بقول لك ايه يا بهية يا اختي، مفاصلي ثابت والتراب اللي في الاركان ده محتاج جريدر نخل، مش ماشيه غلبانه زي انا. ارحميني وكلمي المكنسه الكهرباء تنزل سد بدالي. هو انت بتتكلم؟ ايوه ده ست سلوى مش قادر اكمل كنس، ايدي خشب وضلعي اتكسر. بقى حته خشبه ببريزه زيك بتتمرد عليا؟ ده انا اللي عملت منك نجمه في عالم النظافه. تعلمك الادب واخليك تكنسي الصاله والمناور والسطوح كمان. انشافي يا مشة وشوفي شغلك احسن لك. يا ستي اسلوب كنسك ده موضه قديمه قوي، مش نافع خالص مع السيراميك الجديد اللي دفعتي فيه دم قلبك. بجد انت كمان بقى هتعلم عليا؟ ايوه لو مش عايزه تجرحيه، شوفي الحركه دي خفيفه ناعمه من غير تراب ولا خبط. على العموم يا بهية انا قررت اعمل اضراب. ايه؟ لو عايزه الفتافات اللي تحت البوتاجاز دي تتشال، روحي بقى صالحي المكنسه الكهرباء اللي انت ركناها في الكرتونه. بص يا ست الكل، يا تجيبي لي ملمع خشب مستورد يدلعني الاول، يعتبريني قطعه ديكور مودرن في المطبخ، غير انا كنت شايله لعزومه حماتي. هلا بكل ملكات مطبخي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. استنوني في حكاية ملكية جديدة.